هو 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 هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا وحبا لفخر العرب الحقيقي أسود الأطلس منتخب المغرب. اضحك يا بقي اضحك يا حنكي اضحك يا خشمي أعظم وأروع وأجمل استقبال شفته في حياتي هو استقبال منتخب المغرب، فخر كل العرب. قبل أي حاجة يا شعب المغرب الشقيق، اللايف ده أعظم لايف في حياتي، عايزه يوصل 500 ألف لايك بعد الفرحة اللي أنا شفتها النهاردة دي والروح الوطنية اللي موجودة. تعمل لي لايك بمناخيرك برجلك، والوطن العربي كله والأرجنتين وفرنسا والعالم يشوف أروع استقبال في كرة القدم هو استقبال أسود الأطلس. إيه يا عم موحة لابس البدلة والنضارة كده ليه؟ بقلد لعيبة المغرب. اضحك يا بقي النهارده لعيبة المغرب الرجالة النهارده بقى البدل والنضارات. اتعلمنا منكم كل حاجة، شوفوا انتوا هتعملوا ايه واحنا هنقلدكم على طول على طول. النهارده اشرف حكيمي، النهارده كل الجهاز الفني وكل اللعيبه، الحلاوه والنظافه والجمال دوت. النهارده عاصمه الرباط بتتغنى، النهارده كل المغرب في الشارع كله مع الوطن. اللي عايز يتعلم يعني ايه حب الوطن يتعلم من الشعب المغربي ومن الملك محمد السادس ومن امهات المغرب واطفال المغرب. المغرب كلها تحتفل اليوم بقوة لفخر العرب الحقيقي، لعزنا وجمالنا وفخرنا منتخب المغرب اللي شرف كل العرب. وصلوا لكل العرب يا مغاربة، وصلوا لكل العالم، وصلوا لأمريكا والبلجيكا والإيطاليا والفرنسا إن في دولة عربية الأول في العالم قفلت اللعبة في الرياضة. بالراحة يا عم موحة، مش كل ده يا عم موحة، لا ده في كتير هم أبطال كأس العالم الحقيقي. اديهم فرصتهم وهيحتلوا العالم في الرياضة، وهم رقم واحد. منتخب المغرب النهاردة بنشاهد ضغطية ولا أروع في الأمان وفي الاحترام وفي الحب وفي الوفاء وفي الوطن. النهاردة روح وصلتني أنا هنا من مصر، يا ريتني كنت في المغرب. اضحك يا بقي وصلني روح وعشق وحب لا حدود له من الشعب المغربي الشقيق. النهاردة كل أمهات المغرب في الشارع وكل أطفال المغرب وكل رجال المغرب وسيدات المغرب ورا منتخبهم ورجالتهم منتخب المغرب الشقيق. وصلوا للعالم كله والمصر والتونس والجزائر وفلسطين إن فخر العرب النهاردة كانوا بيتكرموا من بلدهم، وهي بلدنا منتخب المغرب الشقيق. شرفتونا وفخرتونا وعظمتونا يا أسود الأطلس. انتوا أبطال كأس العالم الحقيقي. منتخب المغرب اللي عملوا إنجاز كبير الكل يعرف والكل يبصم. كسبوا كندا، كسبوا بلجيكا التصنيف الثاني، كسبوا أسبانيا، كسبوا البرتغال لحد آخر يوم. امبارح قطر مش عايزة تمشي بعثة المغرب، بقوا فخرنا بجد. الكل عايز المغرب تكون في بلده. هو هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا وعشقا لأسود الأطلس، لمنتخب المغرب الشقيق اللي بقى فخرنا وعزنا. يمكن ده أهم وأحسن لايف بعمله في حياتي.
لاني بتكلم عن بعثة واستقبال ورد بسيط لمنتخب المغرب والكابتن وليد الركراكي. شفتوا يعني ايه الوطن؟ يعني حب من غير مصالح. شفتوا الشعب المغربي نازل بألوفات ازاي؟ يا ريت يا جماعة، يا ريت الفيديو ده يوصل 500 ألف لايك عشان أضمن إن هو راح لكل العرب. ويا ريت كل العرب يتعلموا من الشعب المغربي اللي رفع علم فلسطين، اللي رفع اسم العرب لفوق، واسم مصر واسم تونس واسم كل حد ينتسب للعرب. هم فخرنا الحقيقي. بلاش بقى انتقادات، بلاش اي شيء، خلونا نفرح. النهارده شياكه وحلاوه. انا اتعلمت الشياكه من منتخب المغرب. اضحك يا بقي. نظافه، شوارع نظيفه، استقبال ولا اروع، ورود، ولسه الملك لسه الملك محمد السادس، ولسه الاستقبال الملكي اللي لازم يليق بمنتخب شرفنا ورفع راسنا لفوق. يا ريت كل العرب اللي موجودين في اللايف كله يكتب كومنتات دلوقتي دعما وحبا لاسود الاطلس، كله يسيب كومنت مبروك، كله يسيب من انت منين واكتب. لازم كلنا نشوف ونفتخر ونتعلم من الشعب المغربي الشقيق. الشياكة والأناقة والرياضة والحب والوفاء وكل شيء في كرة القدم وبره كرة القدم. انتوا رجال الدين، انتوا اتعلمنا منكم اكرام الوالدين، انتوا اتعلمنا منكم حب الوطن. شعار المغرب اللي العالم كله اتكلم عنه رفعوه بشرف وبرجولة، واثبتوا للعالم كله ان هم يقدروا يكونوا رقم واحد، ان هم لا يفقهوا لا يتخلوا عن البرازيل او ايطاليا او فرنسا او الارجنتين. الند بالند، وهم ابطال كل حاجة. دي الحقيقة اللي لازم تتقال. انا كنت فاكر النهاردة استقبال عادي او زي اللي شفناه قبل كده، لكن والله العظيم من بلدي هنا مصر بقولها بأعلى صوت، اعظم واروع واحسن استقبال شفته في حياتي بعد انجاز تاريخي هو استقبال وبعثة منتخب المغرب الشقيق واسود الاطلس. اضحك يا بقي. ما اعظمها بدل، واعظمها نظارات، اعظم الهتافات والورود والنظافة. عشان كده بقول للناس يا ريتني في المغرب. ما حدش مصدقني، بس غصب عني يا شعب المغرب. والله العظيم اوراقي ما خلصت. محتاج يعني الملك او المملكة المغربية تتدخل في هذا الامر. لازم جهة كبيرة في المغرب تتدخل. أنا عندي مشكلة في ورق الجيش، في ورق السفارة، في ورق الباسبور. لازم يخلص، مش هيخلص غير بكده. بقولها بقى وعلى الملأ، غير كده موحى مش هيبقى موجود في المغرب. لو ده خلص وجات من مسؤولين كبار هكون في بلدي التانية المغرب، وبقولها قدام الجموع: حققوا لي حلمي وخلوني اروح المغرب. حققوا لي حلمي وخلوني اروح المغرب، افتخر واشوف العظمة اللي بجد، وحب الوطن وحب العرب وحب الرياضة وحب الاول وحب كل شيء. مش عيب؟ خلاص بقى، المغرب قفلت كل الكتب وقفلت كل الرياضات وقفلت كل الانجازات. انتوا رقم واحد في كل شيء. انتوا فخر العرب الحقيقي. اي حد ما دعمش ولا حب المغرب هو اللي خسران، وكل اللي وقف في صف المغرب كسب وكسب كتير. انا بعمل اللايف ده من بلدي مصر، وقلبي في المغرب وعقلي وروحي في المغرب. وانا متأكد زي اما فيديوهاتي وصلت لكل الشعب المغربي، الفيديو ده كمان هيوصل لهم. اكني هناك. انا حاسس ان انا في الرباط، انا حاسس ان انا في بعثة المغرب، ان انا والله انا مش في مصر، انا في المغرب. انا شايف اشرف حكيمي ووليد الركراكي، وشايف سفيان، وشايف اللعيبه، وشايف البدل، وشايف النظافه، وشايف الحكومه، وشايف الامهات،
وشايف الورود وشايف كل الشعب المغربي قدام عيني. فعلا انتوا فخر العرب بكل شيء بتعملوه. والله 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 انا ما ليا اي مصلحة مع المغرب، انا ولا صحفي ولا انا قاعد هناك ولا اي شيء، ولكن انتوا اثبتولي انكم اهلي وانا مش يتيم. اليتيم ده اللي ملهوش اهل، لكن انا عندي اهل بالملايين. امهات المغرب كلهم امهاتي، وابهات المغرب واصدقائي واخواتي وكل شيء هم اهلي بجد. ده كان رد فعلي البسيط المتواضع من بلدي هنا مصر ام الدنيا، للشعب المغربي الشقيق وللبعثة اللي شرفتنا واللي فعلا وصلوا للعالم كله يعني ايه نظام، يعني ايه حكومة، يعني ايه حب الوطن، يعني ايه الشرف، يعني ايه حب الوطن من القلب بجد، يعني ايه انك ترفع وطنك وشعارك لفوق دي بالدنيا كلها. شكرا للشعب المغربي الشقيق. قبل ما اقفل الفيديو اتمنى من كل مغربي موجود في اللايف تشير اللايف لصديقك ولصاحبك وعندك، عشان كل المغاربة تشوف موحى المصري بيقول ايه عن البعثة وعن المغرب بقوة ومن قلبي هنا ورحمة ام وابويا. كل كلمة بقولها وما في اغلى منهم من قلبي هنا. انتوا فخر العرب الحقيقي، وانتوا ابطال كاس العالم الحقيقي اللي خرج اسبانيا واللي خرج بلجيكا وكندا والبرتغال وقضى على مسيرة كريستيانو رونالدو. ولولا كل اللي احنا شفناه ضد المغرب كنا زماننا شايفين ان المغرب رفع كاس العالم. شكرا، واتمنى الفيديو ده يوصل للمملكة المغربية وللملك محمد السادس. انتوا فخرنا، انتوا اللي هنتعلم منكم، وللأجيال وللأجيال وللأجيال. شكرا لكل الشعب المغربي الشقيق، واتمنى الفيديو يوصل بكل قوة علشان كل يتعلم من منتخب المغرب في البعثة، في الرياضة، في الدين، في إكرام الوالدين، في كل شيء. انتوا فخرنا وانتوا حبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعثة المغرب النهاردة بالبدل والنضارة. اضحك يا بقي اضحك يا حنكي اضحك يا خشمي ايه النظافة والحلاوة دي. ايوه بقلد المغرب. سلام عليكم.